مين بقى اللي قال ان عشان نعمل عيش لازم نولع الفرن كده ونسخن الدنيا كده في الحر اللي احنا فيه تعملي اكبر كميه من العيش في 5 دقايق كده وانتي واقفه على البوتاجاز. طري جدا بجد، وعايزه اقول لكم مفيش رغيف ما اتنفخش مني وانا بعمله على النار. بصوا العيش بجد مفتوح كله من جوه ازاي، ما شاء الله بجد، وخفيف جدا. لو انت اول مره تعملي عجينه او اول مره تعملي عيش هيطلع معاكي ناجح من اول مره. بتمنى الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه، ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك. لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا كده على طول نبدا، بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده هجيب معايا كوبايه من الميه الدافيه، وحطيت عليها حوالي معلقه كده ونص من الخميره الفوريه او كيس كده كامل، وعليها معلقه سكر واحده كده عشان تنشط معانا الخميره. هقلبهم كده كويس، مش عايزه اخلي اي حبيبات كده من الخميره لسه موجوده. اهم حاجه الميه ما تكونش سخنه قوي، عشان لو سخنه قوي هتبوظ الخميره معاك. تكون دافيه كده، دافيين كده بسيط. خلاص كده بعد ما دوبت الخميره والسكر كده كويس هسيبهم كده على جنب شويه لحد بقى ايه ما يتفاعلوا معانا. بصوا بقى سبتهم كده شويه صغيرين، عملوا رغاوي كده على الوش كده. ده كده تبان ان النتيجه الخميره معانا ممتاز. انزل بكوبايه كمان من الميه الدافيه، ومعايا اي نوع بقى دقيق الحبه الكامله. هنا بقى احط بس معلقه كده من الملح مليانه عشان يبقى طعم العيش حلو معانا. هدوبه وبعد كده هنزل بكيلو دقيق من دقيق الحبه الكامله. وساعات بجيبه سايب من عند العطار بجد بيبقى جميل برضو. معايا بقى الكوبايه التالتة كده، هبدا انزل بيها شويه بشويه كده وهلم العجينه كده لما مش هنحتاج نعجن كمان كتير. عايزه اقول لكم من ساعه ما عملت العيش الحبه الكامله في البيت، كل لما اجي اعمل حاجه عايزينها تبقى بالدقيق الحبه الكامله. نعتبر خدت معايا ال3 كوبايات كلهم، وهلم العجينه لو لقيتها محتاجه تاني هجيب لها شويه كمان صغيرين. احنا عايزين بس اهم حاجه ما بقاش فيه دقيق لسه موجود معانا واحنا بنعجن، واحنا نعتبر كده بنلم مش بنعجن. خلاص ال3 كوبايات خلصوا، حسيت العجينه كده ناشفه شويه. جبت كده كوبايه تانية اخد بقى منها كده ايه يعني رشات كده نقطتين بنقطتين كده والم في العجين. خلاص كده ما بقاش فيه معايا اي دقيق. هغطي بقى العجينه واسيبها ترتاح كده 5 دقايق وارجع تاني لمها. عايزه اقول لكم بقى لما هنرجع نلمها العجينه هتنعم معانا، ويبقى كاننا كنا بنعجن فيها نص ساعه. ودي قاعدة كده في أي عجينة، كل ما تسيبيها شوية وبعدين ترجعي تعجنيها أحسن ما تقعدي تهدي نفسك فيها بالنص ساعة عشان تطلع عجينة معاكي ناعمة. خلاص كده العجينة مش محتاجين نعجن فيها أكتر من كده. هلمها بس كده واحطها بقى مكانها. العجينة معايا لا طرية قوي ولا ناشفة برضو قوي. هديها رشة كده من الدقيق بسيطة، واغطيها واسيبها بقى في ايه مكانها في مكان دافي لو مستعجله. انا سبتها كده على الرخامه كده يعني ايه قعدت معايا حوالي كده نص ساعه او ساعه الا ربع في الجو الحر اللي احنا فيه هجيب بقى حاجه كده ارش فيها شويه من الدقيق، وهبدا كده اقطع العجينه الحجم اللي انت عايزاه. انا عامله الرغيف كده وسط، يعتبر ولا كبير قوي ولا صغير قوي. عايزه تصغري عن كده هيطلع معاكي ايه كميه عيش اكتر من كده. انا قطعته كده في الحجم ده كده، وحاولي خليهم بقى ايه كلهم مقاس واحد، يا كبير يا صغير يا وسط براحتك. ادي الكميه اللي انا قطعتها حوالي 20 رغيف كده او اكتر شويه. إيه هجيب بقى كده بقى يعني سبتهم يا دوبك ارتاحوا بس 5 دقايق. هجيب اول رغيف كده إيه يعني قطعته، واحط شويه كده دقيق على الرخامه. لو انت ما عندكيش الا كيلو دقيق اللي هتشتغلي فيه شيلي كده منه قد نص كوبايه كده على جنب. بحط بقى شويه دقيق كده بسيطه كده وبالفراده دي سهله جدا وبتطلع معاكي الرغيف مظبوط. ويعني ايه سهله عن النشابه طبعا. وبيوت ياما كتير موجودة عندها الفرادة دي. لو مش متاحة عندك بس يعني بالنشابة او بأي حاجة كده تقدري تفردي بيها. بصوا انا عايزه الرغيف يكون خفيف كده. كل ما يبقى الرغيف خفيف يكون معاكي احسن. يبقى خفيف بعد التسويه ويقب معاكي. مش شرط ان هو عشان يقب يكون الرغيف تخين. بحط بقى كده اللي انا خلصته على مثلا على الرخامه او على صينيه تانية تكون واسعه، وايه ببدا افرد تاني. هوريكم كمان واحد. بصوا ببططه الاول بايدي شويه كده، وبعد كده بالعجله دي كده بفضل الف فيه يمين وشمال. لو حسيت ان هو هيلزق منك حطي رشه دي برضو على الوش كده وافضلي لفي كده بالنشابه كده يمين وشمال لحد ما يتفرد معاكي. اهم حاجه ما تفردوش من حته وتسيبيه من حته تخين، او الحروف تكون تخينه. يعني خليه كله كده يكون سوا واحد. ومش شرط انه يطلع مدور مظبوط يعني، بس هو ايه هيطلع ان شاء الله معاكي مظبوط.
بصوا بقى انا فردتهم كلهم، فردت حبه كده اهوت، وهبدا اشغل النار وابدا اسوي اول رغيف عملته. يعني انا عامله مثلا كيلو دقيق، فردت مثلا نصه او اقل شويه وهبدا اسوي. لو انت عامله كميه اقل من كده ممكن تفرديها كلها وبعدين تسوي، او لو عندك مكان تفرجي فيه خلصي كل الكميه وبعد كده سوي عادي براحتك. بسخن بقى الطاسه كده كويس، وبحط الرغيف، لازم الطاسه تكون سخنه كويس، واول ما يتشمع كده من تحت بقلبه، بفضل كده اقلب فيه يمين وشمال لحد ما يبدا كده يتنفخ معايا واحده واحده. اهم حاجه ما تخرموش، عشان لو اتخرم هيجي يقب هيروح ايه فطسان تاني منك زي ما بيحصل كده معايا. هو من كتر ما هو ما شاء الله خفيف جدا، العيش ما شاء الله يعني خفيف كده مش تخين كده ولا حاجه، فممكن يتخرم بسهوله يعني. بص هو قابب ازاي ما شاء الله، اول بقى ما يتخرم هتلاقيه نزل تاني. بس مش مشكله، اهم حاجه ان العيش مفتوح معانا مش لازق في بعضه، مش مكتوم، جميل يعني. النار عندي متوسطة، ولا هي واطية قوي ولا هي عالية قوي. عايزة بقى تطلعيه كده براحتك، عايزة تسيبيه يتحمر شوية برضو براحتك زي ما انت حابة. انا حبيت اجرب رغيف معاكم في الفرن، دخلته كده الفرن برضو على درجة حرارة عالية من فوق ومن تحت. بس عايزة اقول لكم بجد اللي عجبني اكتر اللي من فوق، هوريكم الرغيف اللي هو عملته في البوتاجاز من جوه. بصوا انا حابه اعمل معاكم كذا رغيف عشان تشوفوا ان مثلا مش رغيف واحد هو اللي قب معايا، لا انا من اول رغيف لاخر رغيف كله كان بيقب معايا. بصوا بقى هنا اهوت يعني ممكن احمر بقى كده شويه العيش. اهم حاجه ان انت تكون النار متوسطه عشان ما يتحرقش منك، اللي هو يتحمر كده تحميره خفيفه. طبعا لو انت عامله كميه هتشيليه بعد كده في الفريزر، هتطلعيه تسخنيه، فحلو لما يبقى مش متحمر قوي. كل بقى ايه كده رغيف والتاني باجي مسحه الطاسه او منفضاها من الرده اللي واقعه، عشان خاطر الرده دي هتتحرق وتمسك في الرغيف اللي بعده، فلازم تمسحيه كل يعني كل ما تحطي مره او مره ومره. حطيت واحد تاني معاكم اهو عشان اوريكم، بعد كده بقى اكمل الباقي مع نفسي واوريكم بقى الكميه اللي طلعت. بصوا ده تحسين ان هو مش قوي بس قوي، بس مفتوح، لو تلاحظوا ان هو مفتوح من كل حته. بس ساعات بيبقى الرغيف اتخرم او حاجه فتلاقيه مش بيقب من كل الجوانب. بجد والله الاولاد لما دوقوه قالوا لنا ماما اعمل لنا منه على طول. هوريكم بقى الرغيف اللي كان دخلته الفرن، وبعد كده نشوفوا بقى الكميه كلها مع بعض. ده كده الرغيف اللي دخلته الفرن اخد وقت زياده عن العيش اللي عملته على الطاسه. عايزه اقولكم بقى بصوا الكميه ما شاء الله بجد وطري جدا، يعني هتعمليه كده اهوت بجد، يعني مش قادره اقولك في اقل وقت ممكن تعمليه. بصوا قد ايه العيش خفيف كده جدا بجد وشفاف، ولا بقى يعني خفيف جدا على المعده وطري، وزي ما انتم شايفين بقى كده تقدري تعمليه سندوتشات تغمسي بيه كده عادي، ومش هياخد منك ولا وقت ولا تعب ولا مجهود. ده بقى الرغيف اللي كان في الفرن، بصوا تحسيه ناشف شويه، لو عايزه تعمليه بقى مقمر شويه او مقرمش كده عن كده هتسيبيه كده على النار هاديه شويه وهيطلع معاكي جميل. والطري بقى اهو زي ما انتم شايفين. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. حابين اي وصفه اعملها لكم بدقيق الحبه الكامله اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعملها لكم على طول. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.